برشلونة يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بقرار ضم نجم المنتخب المغربي إلى صفوفه. يواصل نادي برشلونة الإسباني دراسة خياراته الهجومية تحسبا لمستقبل الإنجليزي ماركوس راشفورد، حيث باتت الإدارة تفكر في خطة بديلة تحسبا لعدم حسم الصفقة بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأكدت صحيفة أصل إسبانية في تقريرها أن برشلونة لا يزال يعتبر راشفورد الخيار الأول لتدعيم الجهة الهجومية، غير أن الشكوك حول مستواه الأخير وكلفة الصفقة دفعت النادي إلى وضع بدائل أخرى على الطاولة، من بينها الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي. ووفق ما أوردته الصحيفة الإسبانية، فإن النادي الكتالوني يدرس عدة أسماء لتعزيز خط الهجوم في حال تعثرت صفقة راشفورد، حيث يظهر الزلزولي ضمن أبرز الخيارات المطروحات نظرا لتطوره الكبير مع ناديه ريال بيتيز وقدرته على اللعب في مركز الجناح الأيسر. وأضاف المصدر ذاته أن برشلونة يسعى إلى التعاقد مع جناح سريع وفعال قادر على تقديم الإضافة إلى جانب لاعبين مثل لامين يامال ورافينيا في إطار إعادة هيكلة الخط الهجومي للموسم المقبل.